لا لا بنعمة الله. أنت تعرف في مرض الآن، مرض عدم الألم. تخيل أنت الآن لو لا سمح الله سين من الناس انكسرت قدمه وما شعر بهذا الكسر، إيش يصير؟ خلاص تنتهي رجله، تنتهي. الألم هذا منذر بوقوع علة. وجود الألم في الحياة أحيانا وفي الجسد وفي كذا في علة معينة، زين، الله يدفعك من خلال هذا الألم إلى أن تتحرك، إلى أن تعالج هذه العلة. الألم أنت مأجور عليه، الألم يقويك. لكن تقول إن أخذها بالجانب الثاني، أحيانا اليوم اللي مر بدون ألم سعادة. ترى أرجع الفكرة الأولى، اليوم اللي ما مر بدون ألم، لا عليك ولا على من تحب ولا هذه. هذه تعتبر يعني ما يحتاج حاجة فوق. لا 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 لا, لا والله ما نحتاج. والله وأقسم لك نحتاج إلى أن نعيد النظر فيما نمتلك الآن، لا أن نمد العين في أشياء لم نمتلكها ونتمنى. نعيد النظر بس تقييم ما نملكه بس. ترى والله المسألة مش صعبة. أعد النظر في تقييم ما تملك بس تجد إيه تقييم الأسف أنه يكون نازل جدا.